يعني في القاهرة لوحدها في فوق 10,000 بيت معروض للإيجار. طبعا لما هتيجي تقارن الأرقام دي بأي مدينة تانية هتلاقيها أرقام متواضعة، بس فكرة بس إنه بالنسبه للقاهره زمان ما كانش فيه الارقام دي خالص، ده حقيقي. يعني الماركت بيتطور. بالظبط. حاجة كمان، متوسطات الإشغال ما هياش كبيرة. ده معناه إيه متوسطات الإشغال اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ يعني مثلا بصيت كده على شوية داتا بتقول إن متوسط الإشغال لا يتعدى ال 40%. ده معناها إيه؟ ده معناها إن في ناس كتير عارضة حاجتها بشكل غلط. مش معناها إن الناس قليلة اللي جاية، ده ممكن يكون معناها بس إن انا هو عندي تفسير صغير لده، لان انا اي ديك ديب في الماركت وشفت كويس قوي في حاجتين في الماركت: ناس عارضه غلط والاشغال بتاعهم تحت ال 40 بكتير، وناس عارضه صح قوي ومسعره غلط فنسبه الاشغال عندهم 100. فالميكس ما بين الاثنين هو اللي جايب رقم ال 40، مع ان اللي عارض صح قوي لو ظبط اسعاره ونزل نسبه الاشغال هيعمل فلوس اكتر وهيقلل وير اند تير. واللي نسبه الاشغال عنده تقريبا 0 او 10% ده لو ظبط الليستنج بتاعته هيقدر يوصل لاسعار كويسه ونسبه اشغال كويسه. يعني انت كنت دايما بتقول 70%، انا ليه افرح بال 70%؟ ليه ما اوصلش ل 100%؟